It's Britney, bitch. الأفلام فن، وطبيعة أي فن يتطور مرور الزمن، ويجون مخرجين يغيرون المجال ويسوون ثورة بصناعة الأفلام. وصار هالشي بالسبعينات، وهاي فترة السبعينات اللي يسموها الأغلب أفضل فترة بعالم الأفلام. يجوا مجموعة من المخرجين شباب كانوا طموحين، اللي هم مارتن سكورسيزي وبراين دي بالما وفرانسيس فورد كابولا وجورج لوكاس وستيفن سبيلبرغ. وكان كل مخرج بستايل وفكر مختلف عن الآخر. بدأوا يسوون أفلام وصنعوا ثورة تاريخية، وصار تطور مو طبيعي بعالم الأفلام، لدرجة كل الأجيال اللي جت بعدهم اتخذوهم مرجع، والكل تأثر بيهم. وأبرز المتأثرين اللي هو كوينتين تارانتينو تأثر بهذول المخرجين، واخذ من كل مخرج اسلوب اللي يميزه والخاص. مثلا ناخذ من براين دي بالما العنف والدمويه بالافلام اللي يسوي، واخذ من مارتن سكورسيزي الواقعيه بالشخصيات، وضاف عليهم الاسلوب اللي يميزه تارانتينو. وافضل شيء اللي يميزه اللي هو الحوار وقوه النص. وبعد تارانتينو يصير واحد من اكثر المخرجين المحبوبين بالتاريخ. واستمر الوضع زين بصناعه الافلام حتى بدايه الالفينات، ويا انتشار الانترنت ظهرت مجتمعات غريبه على مواقع التواصل الاجتماعي. بالالفينات صارت كوارث، وصارت الافلام بدون ابداع بدون اي فكر، وقمنا نشوف الاستديوهات الكبيره تسوي اجزاء جديده لافلام ناجحه قديمه. وهاي الاجزاء الجديده قامت تفشل، وظهور منصات ستريمينج مثل نتفليكس اللي غيرت المجال وسيطرت عليه. وهنا تبدي أسوأ فترة لكل واحد محب للأفلام. بالحقبة الجديدة من صناعة الأفلام ما قمنا نشوف مخرجين جديدين شباب يصنعون أنفسهم أسلوب إخراجي وهوية تميزهم عن غيرهم، وما قمنا نشوف جراء المخرج شاب يحاول غير من الصناعة ويصنع الثورة بالفترة الحالية، مثل ما سوى تارانتينو بالتسعينات، أو من المجانين اللي ذكرتهم اللي سووا بالسبعينات وبالثمانينات. الاسم الوحيد الشاب اللي طلع بهاي الفترة اللي هو داميان شازيل، اللي انبنت عليه طموحات كبيرة وتوقعات عالية حتى يقود هذا الجيل، وسوى مجموعة زينة من الأفلام، وفاز بجوائز الأوسكار وهواي بجوائز غيرها. بس بال2022 حاول يكون جريء شوية، وسوى فيلم بابلون اللي هو الفيلم الغنائي اللي كان الميزانية عالية وضخمة كلش، ميزانية 110 مليون دولار، والفيلم فشل وجاب أرباح 63 مليون دولار، حتى ما قدر يغطي تكاليف الميزانية. ودائما بنفسه اعترف بفشل الفيلم، وقال راح أكون محظوظ إذا قدرت أحصل على استديو أقدر أسوي فيلم وياه من جديد. وأنا بهاي الحالة ألوم داميان، يعني ليش تسوي فيلم غنائي اللي هو أصلا هاي نوع من الأفلام ما حد يتقبلها وما مرغوبة بشكل كبير، خصوصا بهذا الجيل، وخصوصا بهذا الجيل اللي مدمن ومتربي على افلام مارفل والسوبر هيروز. هذا الاسم الوحيد اللي برز، اسم واحد بفترة اكثر من 15 سنة. ماكو مخرجين جديدين يطلعون ويسوون ثورة كبيرة بصناعة الافلام، ما قم نشوف حتى اي اسماء بارزة. هذا نشوف تدهور السينما بالوقت الحالي، وتدهور صناعة الافلام بهوليوود بشكل كبير كلش. بالفترة الحالية أنا ما أشوف الأفلام الجديدة لعدة أسباب، بس أشوف الأفلام الجديدة للمخرجين الكبار مثل تارانتينو أو سكورسيزي إذا نزلوا فيلم جديد، لأن الأفلام الجديدة مملة والأفكار مستهلكة ومكررة، وشفناها الأفكار بأفلام قديمة وطبقتها بشكل أفضل وأحسن. ومنصات الستريم اللي أشهرهم HBO ونتفليكس أنا أشوفهم ضرت مجال صناعة الأفلام بشكل كبير. يصحهم وعندهم إيجابيات اللي منها قوة مجال المسلسلات، اللي هو بعض المسلسلات القوية اللي نزلوها، وطوروا من مجال السينما، طوروا من مجال المسلسلات ورفعوا مكانته، بعد ما كانوا ينظروا لها من مخرجين وممثلين على انه شيء ثانوي وشيء اصلا رخيص، حتى سمعتهم مو زينه، ومصطلح الشائع بذيك الفتره ممثل تلفزيوني. وهاي المنصات قوت من هذا الشيء، وصارت مسلسلات شيء محترم، وشفنا هواي ممثلين كبار يمثلون مسلسلات، وصار عالم المسلسلات هو الرئيسي بهاي الفتره. بس بنفس الوقت هاي المنصات عندها مساوئ، منها نقلت الاجندات ورسائل واضحه اثرت على الافلام، وصار اغلب الافلام تحسها رخيصه انتاجيا ومن ناحيه الاسلوب والاخراج، ومتروس اجندات متروسه. حتى الاجانب نفسهم متضايقين من هالشيء، ودائما يطلعون ينتقدون هذا الشيء بشكل كبير. من فترة 2010 للآن الأفلام الكوميدية انتهت وماتت، وهذا الشيء مؤسف، لأن هاي نوعية من الأفلام أحبها هواية ومن المفضلة عندي. تكون أفلام مميزة تغير جو وما تاخذ نفسها بجدية، وغالبا ما تحكي على الواقع بأسلوب ساخر ومميز. وشاركوا مجموعة من الممثلين الشباب اللي برزوا وراء 2005 بقيادة الممثلين سيث روجن وجيمس فرانك، قدموا أفلام كوميدية حلوة وصار عندهم جماهير والناس قامت تحبهم وتعلقوا بيهم. بس مع الأسف هاي المجموعة تفرقوا بالحياة الواقعية
وما قاموا يسوون افلام، وصارت افلام الكوميدية ما تنزل بالسينما وما صارت تحقق ارباح عالية مثل ما كانت تحققها قبل، لعدة اسباب. انه قبل كانوا ماخذين حريتهم بالقاء النكات، كانوا يقدرون يلقون نكات على اي شيء وما حد يقدر يحكي وياهم، بس هسه مستحيل يصير هالشيء، صارت اكو مليون اجندة واي شيء يحكونه ويسوونه بالافلام الكوميدية كونسل كلتشر بالانترنت وانهي مسيرتهم وسقطهم للابد. والافلام الكوميدية انحصرت بس على المنصات مثل منصات نتفليكس او اتش بي او وهولو وديزني. ديزني اللي بعد شوية راح اجي اسفل بيها، انتظر شوية. والافلام الكوميدية صارت بس لذا روك وكيفن هارت ورايان رينولدز، هذول الممثلين اللي حرفيا ما يضحكون، بس المشكلة مستمرين بتقديم الافلام. هاي الافلام الاكشن الكوميدية الرخيصة كلش المملة اللي اصلا ما تسوي واس حتى واحد يشوفها. من كثر السوء ذا روك ياخذ على الفيلم الواحد من هذين الافلام 50 مليون دولار. 50 مليون دولار على شنو؟ على تفاتك. لو رايان رينولدز اللي بس ينزل 3 افلام وكلهم متشابهات، كلهم هيك اكشن كوميدي، حتى نفس البوسترات افلام متشابهات لدرجة ذاك اليوم طلع لي 3 افلام إلي كلهن نفس البوستر، الا عن طريق السنين قدرت افرق بين فيلم والاخر، وهيك شيء تنتهي الافلام الكوميدية. خلونا نحكي على ديزني شوية. ديزني حاليا من أكثر الشركات المكروهة بالعالم، معروف على ديزني من قبل تواكب تتلون ويا الأجندات من زمان بأفلامهم القديمة اللي صارت بالأربعينات وبالخمسينات. ديزني كانوا عنصريين هواية، يحطون لقطات عنصرية ضد السود ويقللون منهم. هسه ديزني لا، بالعكس، واكبت الموجة وأغلب أفلامهم أبطالها سود، والشركة حاليا عبارة عن أجندات وقاعدة تخرب سمعتها وأفلامها. مثلا خربت سلسلة أفلام ستار وور، السلسلة العريقة اللي جمهورها كبير كلش، أغلب جمهورها من أمريكا وكرهوهم صاروا بشكل كبير. وحتى افلام انيميشن ما سلمت منهم. الافلام من استوديو بيكسار اللي قاموا يجبرون الاستوديو ينزلون افلام سنويا، صار استعجاب الافلام والقصص صارت مو مركزه ومو حلوه ما بها اي حكمه، وحتى صارت افلامهم ما تواكب لا الكبار بالعمر ولا الصغار بالعمر مثل قبل. وحتى افلام مارفل اللي كانت تجيب ارباح زينه ومشهوره من فتره 2010 ل 2018، افلام مارفل حاليا والسوبر هيروز اللي من ديزني كلش تعبانه وتعيش اسوأ فتره بحياتهم. حتى الافلام ما قامت تجيب ارباح هوايه وتفشل بشكل كبير. ديزني صارت اكثر شركه مكروهه بالعالم، مو بس من العرب، بالعكس حتى من الاجانب والغرب. وانا اشوف حتى الاجانب والغرب والاجانب اكثر كرههم قاموا، لانه قاعد يحطون اجندات بافلامهم بشكل كبير ويحاولون يفرضونه على الناس. وهواي من يوتيوبرز المشهورين قاموا يحكون عليهم ينتقدون افلامهم. ديزني خربت سمعتهم وما اعرف اذا راح يقدرون يرجعون مثل قبل زينين ولا. هذا كان اللي عندي بالفيديو اليوم، اتمنى يعجبكم. ومع الاسف شفنا الافلام شلون صارت مملة بالفترة الحالية وما لها اي طعم واي نكهة واي شيء يميزها من الاسباب اللي ذكرتها بالفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، اتمنى يحطون اشتراك للقناة.